معاكم محمد أحمد خميس، شريك في مؤسسة 2MK للاستشارات القانونية. النهارده هنتكلم على سؤال كنا طرحناه قبل كده، وهو هل في وسائل تانية غير الحبس علشان نقاوم بيه سلوك الأطفال اللي أقل من 18 سنة في حالة ارتكابهم لجرائم معينة أو لجرائم بشكل عام؟ في وسائل تانية غير الحبس بيتم التقويم بيها سلوك الأطفال، لكن للأسف ناس كتير جدا بتغفل عنها. وهو في 8 تدابير موجودين في قانون الطفل ممكن بيساعدوا لعملية تقويم سلوك الأطفال. هنتكلم عن أول حاجة وهو التوبيخ. التوبيخ ده في حالة إن الطفل خد تدبير التوبيخ بيتم استدعاء الطفل من قبل القاضي، وبيتم توعيته بإن هو ما يرجعش تاني للسلوك الإجرامي. ده أول حاجة. تاني حاجة إن هو يتم إلحاقه بالتدريب والتأهيل. ساعتها بيتم إلحاق الأطفال بالتدريب والتأهيل بمهن معينة علشان يتم تأهيلهم، وبعد كده بيتم الاشتغال بالمهن دي. تالت حاجة التسليم بالأهلية. في الحالة دي ما بتحصلش في كل الحالات، بتحصل في حالات معينة لما يكون الطفل ليه أهلية موجودة فعلا. ومش كده بس، لازم يكون الأهلية دي تصلح فعلا لاستلام الطفل علشان نضمن إن هو ما يرجعش تاني للسلوك الإجرامي. رابع حاجة إن هو يلتزم بأداء واجبات معينة، إن ساعتها القاضي بيبدأ يديله مهام معينة بيتم تنفيذها. خامس حاجة إن هو الاختبار القضائي. إيه هو الاختبار القضائي؟ إن هو بيتم الإفراج عن الطفل وبيتم تسليمه لأهليتهم، وبيتم المراقبة من قبل القضاء لمدة من 3 ل5 سنين حسب المدة بتحددها الهيئة. وفي خلال الفترة دي بيتم المتابعة من المحكمة. كل 3 أشهر بتنزل هيئة بتتابع الطفل هل فعلا موجود مع الأهلية، وهل فعلا رجع لسلوكه الطبيعي، وإن هو ما رجعش للسلوك التاني اللي هو الإجرامي ولا لأ. سادس حاجة العمل بالمنفعة العامة. ساعتها بيديله برضه بيتحكم ليه إن هو بيتم عمل معين تبع للدولة يكون ليه منفعة عامة. سابع حاجة أضعف مستشفى متخصصة، ودي حسب لما يكون الطفل عنده مرض نفسي أو جسماني، فبيبقى من الأفضل إن إحنا نحطه في مستشفى متخصصة يتم علاجه وتأهيله علشان يقدر يندمج تاني في المجتمع. آخر حاجة أو تامن حاجة اللي هو يتحط في دور رعاية اجتماعية. والحالة دي بتحصل لما يكون الطفل ملهوش أهلية، أو الأهلية بتاعته ما تصلحش إن هو تستلم. ساعتها بيتحط في دور الرعاية ويتوفر له الرعاية الكاملة عشان يتم بعد كده. الفترة دي بيبقى الفترة لغاية ما يتم 18 سنة. بعد 18 سنة بيبدأ اندماجه تاني بشكل طبيعي جدا للمجتمع اللي هو عايش فيه. شكرا جدا.